السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لانوفيل فيديو على قناة روتينات داليا. اليوم حبيباتي جيت نشارك معكم تدبيرة تاع تنقية غرس البطانة كيما راكم تشوفوا البنات. ولكن قبل ما نبداو نقولكم صلوا سلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي مش مشتركة في القناة تشترك وديروا لنا جيم لا فيديو، خلوا لنا تعليق جميل كيما نتوما. لهنايا البنات كيما شفتوا كنت نحيت الغرس نتاعي من البطانة. لهنايا بواسطة سكين رايحة نحاول اني نفصو كامل من بعضه. شوية كي عاد الجو بارد كان الصق يعني لاصق بطريقة رهيبة. يعني مجيت نحيه بالسيف ما عذبنيش ياسر. هو من الأحسن انه يكون عندكم سكين يكون شوية كبير، على هذا رايح تجيكم العملية سهلة. لهنايا البنات راني قاعده نفصص فيه ولو ميم طون راني حاطه البرمه تاع التفوار راها تسخن لي. لهنا البنات انا هذا الغرس رايحه نفورو كامل. مجرد ما تفوروه يا البنات راح يذوب معاكم كي يذوب هذوك النواة. سبحان الله، هذوك النواة كامل رايحين يطلعوا لكم الفوقه، ماكمش رايحين تلقاو تعب ولا يعني العملية راح تكون صعيبة في التنقية نتاعو، مش راح يعذبكم أصلا. لهنا بعد ما فصصتو كيما راكو تشوفوا راح نحاول نحيه من بعضه باش كي نحطو في الكسكاس يفورلي هذاك النوع يطلع لي. شوفوا البنات لهنايا راني حطيت الغرس نتاعي راهو في الكسكاس، كان الماء هذاك يعني راهو يغلي. رايحة نغطي عليه ونخليه، مش راح يديلكم وقت بزاف، ميم با 10 دقائق. عاودوا اضربوا عليه دورة رايحين تلقاو هاوليكم. هنايا كنت راني بديت ديجا نقي فيه. هذيك الكمية راهي منقية، والكمية اللي في الجفنة البيضاء مازال ما راني فيها نقي فيها كيما راكم تشوفوا. شوفوا لهنايا البنات، هنايا النواه نتاعي كامل طلع لي على فوق. النواه القطامر هذوك تاع التمر هاوليكم راح يتنحاو لكم بسهوله. احسن ما تخليوه ناشف وتقعدوا تعجنوا فيه، راح يعذبكم شويه. ومره على مره ساعدوا رواحكم بشويه زيت. لهنايا انا راني حاطه شويه زيت. شوفوا البنات هنا ما باليش الا راهو يظهر معاكم ولا لا. بيسك راني حاكمه التليفون بايد ونخدم بايد اخرى، ولا بنيتي فقط اللي راهي حكمت لي. هنا البنات كنت نقيته كامل، جبت الرحاية هذيك تاع الغرس. لهنايا راني رايحة نرحيه كامل ونحطه. بعد ما نرحيه حبيباتي انا ما نديرلوش الجلجلان دركا، ولا راح كي نعود رايحة نخدم الحلوى هذاك الساعة باش ندير له الزبدة وندير له الجلجلانية اللي في المرحلة هذه. بعد ما نرحيه رايحة ندير له شوية قرفة وشوية طيب اللي هو القرنفل. ما باليش كاين اللي رايحين يقولوا لي وش هو الطيب هو القرنفل البنات. كنت رحيته وخلطته مع القرفة ورايحة نديروه في الغرس هذا، نعجنوا فيه بيان ونديروا على شكل حربوش. ونحط هذوك الحرابيش هذوك اللي درتهم نديرهم في البابي فيلم ونحتفظ بهم في الثلاجة. البنات فقط، ماشي في المجمد. وكل ما نجي راح نخدم حلوى فيها الغرس رايحة نجبد بالحربوش نقسمه دي غونديل كما رايحين تشوفوا في الفيديو اللي راه يظهر معكم الفوقة. كنت صنعت يعني من الغرس هذا حلوى تاع المعمول جديدة، يعني بليمول هذو جدد. تقدروا تروحوا تشوفوا الفيديو. هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما رحيت الغرس تاعي هذاك كامل ضفت له كيما قلت لكم هذيك القرفة والقرنفل، درت له شوية فقط تاع الزيت ورايحة نحاول بشوية ندخل هذيك القرفة وهذيك القرنفل نعجنه بيان حتى الغرس تاعي يديلي البنة كامل تاع هذيك القرفة والقرنفل. لهنايا راني بديت نشكل فيه كيما راكم تشوفوا درتهم جاوني 3 يعني حرابيش. شكلتهم نديرهم في البابي فيلم كيما قلت لكم ونخبيهم في الثلاجة. وكل ما نجي نخدم حلوى ما باليش انا كعك مقروض معمول اي حلوى تحتاج الغرس راح نجبد بالحربوش نحطه نحين نقسمو دي غونديل ونفورو. نضيف له جلجلانية المرحية طبعا
جلجلانية البنات كيما على بالكم راهي مليحة بزاف بزاف، فيها السعرات الحرارية، فيها لي فيتامين، ولو ميم طون تمدلنا جو للحلوى نتاعنا، تجي فيها جو هكا بنين. الجلجلانية نتاعكم البنات لازم تغسلوها قبل، بيسك رايحين تلقاوها راهي فيها شوية هكا تراب ورمل، رايحين تغسلوها تنقيوها وتقليوها، قليوها يعني جيش سباك، ما تخلوهاش حتى تتحرق معكم، وترحيوها في الرحاية تاع القهوة. بالنسبة للرحية نتاعها البنات باش ما تطلقش الزيت نتاعها وتولي لكم طحينة، لازم كل ما ترحيو شوية وتعاودوا تحبسوا الماشينه نتاعكم باش ما تطلقش الزيت نتاعها وتولي لكم طحينه تاع سمسم. لهنا البنات كيما شفتوا قلت لكم دارتهم على شكل حرابيش، رايحه نغلفهم ونخبيهم. اذا البنات كانت هذه هي تدبيره ولا فيديو تاع نهار اليوم. انا نقول لكم ما تبخلونيش بجيم لا فيديو، ما تبخلونيش باشتراك، انضموا للعائله نتاعنا. وهذه خلونا تعليق جميل كيما نتوما. لهنا البنات هذا فيديو هنايا كنت رايحه ندير المعمول اللي رايحين تلقاوه في الفيديو اللي راه يظهر معكم. كنت قليت الجلجلانيه بعد ما فورت هذاك الحربوش وزدت له مغرف تاع زبده او مارغرين، الحاجه اللي توفرت عندكم. انا خدمت بالمارغرين سول. هنايا رايحه نحاول ندخل هذيك الزبده كامل ورايحة نشكلهم هكذا على شكل ديبول. البول هذو درتهم 10 غرام البنات، ورايحة نحشي بهم القاطو نتاعي. اذا هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم البنات، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم حبيباتي، وشكرا، مع السلامة، الفيديو القادم ان شاء الله.